يلا بينا نعمل مع بعض شوربة الفول النابت. زي ما احنا شايفين شكلها حكاية والطعم تحفة. ونشوف ايه التركة اللي انا بعملها عشان يطلع لونه كده فاتح وجميل، سواء لون الفول او لون الشوربة بتاعتي. مهما قعدت عندك مثلا يوم اتنين تلاتة، هتلاقيها محتفظة باللون الفاتح الجميل دوت. ازاي انا بعملها وازاي اوصل للون ده؟ خليكي معايا ويلا نشوف. طبعا انا كنت نزلت الفيديو اللي فات، كنت منزله طريقه تنبيت الفول، هشرحه لكم على السريع. ولو حابه ان انت تشوفي الفيديو هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا عندي هنا نص كيلو من الفول، نقيته وبعدين نقعته. النقع تحطي الميه تكون فوق الفول بحوالي 5 سنتي. نقعته 12 ساعة. بعد كده هتخلص من المية واصفيها وعطش الفول اسيبه من غير مية لمدة 12 ساعة كمان. ابتدي هلاقي ابتدى ان هو يطلع له التنبيتة دي، التنبيتة بتاعته. بعد كده ابتدي احط له مية 12 ساعة تاني، وبعد كده اصفيها 12 ساعة، وهكذا بالتناوب احط مية واصفي مية لغاية ما يبتدي ان هو ينبت معايا. بيستمر على الحال ده لو انت في الصيف ممكن 3 ايام، في الشتاء بياخد وقت اطول شوية حوالي 4 ايام. كده بعد ما نبت الفول بتاعي وبقى تمام، هبتدي ان انا نعمل الشوربة. هنجيب حلة على النار، احط فيها حوالي 3 4 معالق من الزيت. بعد كده هحط التوم. انا بحب التوم كتير، التوم هو بيديله طعم حلو قوي. انا حطيت هنا معلقه من كبيره من التوم. بعد كده حسيت ان لا الكميه دي قليله، فهحط كمان حته توم، لان انا بحب التوم كتير وهو اللي بيديله طعم بصراحه. حطيت له كمان حته زي ما احنا شايفين كده، حوالي معلقه صغيره. وابتدي ان انا احمر التوم لما اوصل للون الذهبي. بعد ما بوصل للون الذهبي اللي انا عايزاه، هبتدي احط له واحده مرقه خضروات. طبعا ممكن تستغني عنها لو انت مش حابه. بعد كده بحط له كمان نص معلقه من الكمون. ضروري الكمون ده بيدي طعم جميل برضو للشوربه بتاعتي. وادي له تحميره عشان طعم الكمون يظهر اكتر. وبعد كده ابتدي اضيف الميه. وصلت اللون اللي انا عايزاه، احط الميه اللي هي هتبقى الشوربه بتاعتي. هتحطي كميه مناسبه لكميه الفول. انا هزود طبعا مش هما دول بس، انا هحط كمان ميه لغايه ما اوصل لكميه الميه اللي انا عايزاها. وفي تركه بقى جايه، هي دي اللي هتحافظ لي على اللون. كده خلاص انا حطيت كميه الميه، غلت الميه. هبتدي ان انا احط الفول بتاعي. ايه بقى التركه اللي انا هعملها؟ عصره نص ليمونه في الاثناء دي وهو بيستوي. حطي معاه عصره نص ليمونه، دي اللي هتحافظ لك على اللون، بحيث ان هو يبقى فاتح وما يغمقش معاكي خالص. وهتغطي على الفول بتاعك لغايه ما ما يستوي. هياخد قد ايه؟ ممكن ياخد ربع ساعه ونص ساعه على حسب نوعيه الفول، بتختلف. انا ما حطيتش طبعا الملح لغايه ما ما يستوي. بعد حوالي ربع ساعه رحت اشوفه، لقيته فعلا استوى بقى كويس. هروح حاطه له الملح بتاعه. وعلى كده تمام، نبتدي نغرفه وبألف هنا وشفا.